إذا يعني بكل تأكيد يستحق النادي الأهلي هذا هداء أكيد لك أستاذ علي. هذا النادي الجميل جدا راقي بكل ما تحمله الكلمة معنى من جمهور. اليوم أيضا زاد الرقي بتواجدهم في الجوهرة، خاصة شاهدناهم في لقاء النصر. كان منظر الجمهور الأهلاوي منظر مرعب للخصوم من خلال هذه المباراة الكبيرة. بس على فكرة مباراة الأمس يعني ضربت أكثر من عصفور. أولا أعادت ربما يعني أن الدوري السعودي لا زال الأمتع والأجمل على مستوى الشرق الأوسط من خلال لقاء الأمس. عاد أيضا بأن النادي الأهلي سيعود بقوة هذا الموسم، وأيضا ذكر الكل من شكك بأن القطرية لم تتوجه إلى النادي يعني خالد منبر النادي الأهلي حط لستم في البرنابيو ولا في الكامب ناو ولا في الأولد ترافورد، أنتم في الجوهرة المشعة وفي حضرة الأهلي الملكي. خلينا نشوف الصور الموجودة على هاي. طبعا شوفوا هذه الصورة، هذه كانت في يعني لا يعني جد هذا مستحيل تقول انه في دوري عبد اللطيف جنين، مستحيل بوجود هذا الجمهور. ايضا خلينا نشوف بعض الصور الموجوده والمنوعه هنا. طبعا هذه صور، وهنا فرحه كبيره بكل تاكيد. فهد بن خالد امير رئيس نادي الاهلي. ايضا هذه الصوره جمالهم ما ينوصف يا سيدي، جمالهم ما ينوصف. على فكرة أيضا على أساس يعني لا نبخس حق جمهور النصر اللي كان موجود، أيضا كمل اللوحة بشكل جميل ولافت في لقاء الأمس. خلينا نشوف بعد هالصورة حلوة كثير حلوة، حتى نشكر القائمين على اللي أبرزوا هذه المباراة في هذا الشكل، خاصة في دخول اللاعبين في الأعلام اللي كانت موجودة. شغل كان رائع جدا وراقي. جماهيريا يعني مشهد وعنوان او منشط عريض، يعني اسم برشلونه وجبت اسم النادي الاهلي. خلينا نشوف الصوره المشتركه ايضا اللي كانت تجمعهم كلاعبين. مارادونا بشعار برشلونه وبشعار النادي الاهلي، كرويف بشعار برشلونه بشعار النادي الاهلي، ولدينا الصوره الرسميه للقطريه بشعار النادي الاهلي وبشعار ايضا برشلونه. حلوه كثير. ما هو حلوه هذه هي لحظات فرح عاشتها الأمة الأهلاوية اختزلوا الموقف في حالة ابتهاج حاد النشوة. الشيء الأوحد أن الابتسامة ما زالت ترسم على محياهم سيرة إنجاز. كل تقاسيم السعادة تغزو ملامحهم، عطلت أفعالهم، ظلوا أسرى عرس شراكة. عاش الكيان الأهلاوي والتاريخ ظهيرة الأمس لحظة توقيع تسجل في مسيرته، تجعل منه صاحب أسبقية في استثمار الحراك الرياضي. بالأمس استعاد الأهلاويون على امتداد الوطن جملة أحد عشاق مدرجه، رددها محمد عبده ذات مساء واستعادها المدرج أمس. أحلى من العقد لباسة. عقد هو الأضخم على مستوى الكرة السعودية، وهو الأول من نوعه، إذ يلتقي الأهلي بالفريق الكتالوني برشلونة في شراكة قطرية. الأهلي يفتح بهذه الشراكة كل الأبواب المؤصدة أمام أقرانه، لينهلوا من أرضية مهدها لهم كيان تميز بالأولوية والأفضلية وتقديم الحلول للآخرين على طبق من رعاية. الأهلي عزوته مدرجه، لذا خاطبهم الرئيس فهد بن خالد بعد التوقيع مباشرة، وكأنه يطلب منهم توقيع وتوثيق عقد الشراكة بصفتهم السند والأهل والمؤتمنين على مكاسب هذا الكيان. إذا شاهدنا هذا التقرير اللي تحدث بشكل كبير جدا عن راقي الأهلي. راح أرجع لبعض أبرز التغريدات التي كانت موجودة في تويتر، جاءت أيضا من خلال هذا الأسبوع. أولا جمهور مباراة الأمس في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر، فوز الأهلي بهدفين لهدف. شوف هذه الصورة قد ما هو راقي. أكيد كل التوفيق للهلال في آسيا لا للتعصب. هذه كانت الصورة، وتيشيرت كان لابسه أحد الأطفال في المدرجات. هنا الصورة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بالطائرة عفوا بالطائرة
هو تعبان شوي، عنده انفلونزا وعنده الجيوب، يعني الله يشافيه وان شاء الله يرجع الهلال منتصر من سيدني. ايضا قمصان الملكي، هاي طبعا من عبد العزيز، يقول قمصان الملكي تزدان بافضل خطوط طيران في العالم، تجانس من طراز عالي. هاي ايضا بعض الصور الموجوده، طبعا اختاروها. مبروك للملوك الفوز، وهذه رجعة الأهلي من هنا، وعبر الزمان سنمضي معا. ما قالوا وعبر الزمان سنمضي معا، عبث إن جهلت الحب شوف حبنا للأهلي، وإن بغيت الوفا شوف جمهور الأهلي. عبد الرحمن المحماد يقول شكرا الأهلي، شكرا للطيران القطري ولكل من قال وتكلم في الأهلي والقطرية، شراكة وعبر الزمن نمضي معا. الأهلي والقطري شراكة وحب وعشق لن ينتهي، شكرا لإخوان القطريين. وآخر واحدة، إذا كان الأهلي كسب القطرية بعقدها العالي، فإن القطرية كسبت نادي وليس فريق وجمهور ملكي وجنون في العشق لن تراه إلا في أوروبا. أيضا هنا بعض الصور في أجانب حاضرين ما شاء الله، بعض الصور اللي كانت أيضا موجودة، عدد كبير من الجاليات الأجنبية حضرت مباراة الأهلي والنصر أمس. خالد مشاهد حي أعتقد، يعني يمكن امتداد لروعة وجمالية النادي الأهلي. يمكن يعني هالجمالية اللي تراها في المدرجات لها أسباب ومسببات، يعني لولا أنه هناك أرضية صلدة للإبداع وللتميز وللرقي ما وجدت هالجمال بصراحة. فأنا أعتقد البيئة العامة للنادي الأهلي بيئة مغرية جدا للاستثمار ولتحقيق البطولات في المستقبل المنظور إن شاء الله. كثيرة، يعني ما في جمهور عربي مثل عشق ووفاء جمهور الأهلي. واحد يقول أنت شغال مدح في الملكي، والله ينحبون صراحة. الأهلي السعودي يمتلك جمهور وهو الأول في الخليج. عبد العزيز يقول أسألك بالله تعرض هالصورة، عرضناها مدام سأل. وهنا الصورة للشيخ تميم، حقيقة كان حاضر بالأمس، وأمس أيضا هم فازوا، مبروكين، فوز الأهلي، فوز المصلال، ما شاء الله وين ما يروح كل مباراة أخذوا ترى يجيكم. بصراحة يستاهل ويستاهل من يطرز صدره بهالشعار الجميل بصراحة. يعطيه ألف عافية. عموما احنا وصلنا، الوقت مشى بشكل سريع جدا، وصلنا إلى ختام